اللعيبه المصريه زمان في الاحتراف عندهم خيارين، يا اوروبا يا بلاد الخليج، وطبعا امثله كتير قوي من زمان الثمانينات والسبعينات كمان. اخر فتره بالتحديد ظهر لنا نوع تاني خالص من الاحتراف، وهو احتراف اللعيبه المصريين في ليبيا. وبعد طبعا اخر انتقال لكهربا بعد ما ساب الاهلي وراح الاتحاد الليبي، اخر فتره في لعيبه مصريين كتير جدا راحوا ليبيا. وايه السر ان اللعيبه المصريين تسيب الاحتراف في اوروبا والخليج ويروحوا ليبيا؟ ايه القصه؟ تعالوا نشوف. القصة في انتقال اللاعبين المصريين لليبيا يجي في كذا سبب. أولها إن فعلا الكرة الليبية مش واخدة حقها، بالرغم إنها بلد قوية جدا في الكورة آخر فترة، وكمان فيها أندية كتير جدا كويسة وعندها شعبية زي أهلي بنغازي وأهلي طرابلس وبوسليمي اللي كان في الكونفدرالية السنة اللي فاتت. عندك أندية كتير جدا ليها شعبية وليها قاعدة جماهيرية. تاني سبب بقوا محطة أنظار لعيبة محترفين، هتلاقي لعيبة توانسة، لعيبة ليبيين مشهورين، لعيبة مغاربة، هتلاقي محترفين من كل الجنسيات ومدربين كمان مصريين هناك. الدوري الليبي بالمناسبة متقسم على 4 مجموعات، كل مجموعة بينافس فيها عدد فرق معينة وفي الآخر بيصفوا، فكل مجموعة ليها أندية مشهورة وبتعمل منافسة قوية جدا. ويمكن السبب الثالث هي الفلوس، لأن طبعا اللاعب المصري هنا بياخد فلوس بالمصري، بس هناك بياخدوا بالدولار. فاللاعب اللي هنا اللي هو مش أقوى حاجة لما بيروح هناك بياخد مرتب كبير جدا. آخرهم مثلا كهربا، وفي لعيبة كتير جدا حتى في مصر مش مشهورين قوي، بس سابوا الكرة المصرية وراحوا ليبيا عشان الفلوس هناك بيدفعوا كتير بالعملة الصعبة كمان. وبس، هي دي القصة.